السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الصوت واضح عشان أقدر أواصل في الكلام. حبابكم والله، حبابكم ألف. وعليكم السلام ورحمة الله، حبابك والله. مساء النور عليكم، كيف أحوالكم؟ وطولت ما طلعت لايف تقريبا لي زمن بعيد شديد، لكن كان في موضوع لازم إنه أناقشه وما ينفع إلا أفتح لايف، لأنه لو حاولت أكتبه هيكون طويل شديد يعني. كيف حالكم وأحوالكم؟ مساء النور عليكم، حبابكم الله يلف. مساء النور. طيب يا جماعة، يا ريت تعملوا لايك وترفعوا اللايف بالشير. طيب الموضوع الدايرة اتكلم فيه، طال نقاشي في الموضوع ده كتير، واتكلمت فيه مرة واثنين وثلاثة بالبوستات، بس وجب توضيحه. في كم نقطة هنتكلم فيها. أول نقطة اللي هي النقطة بتاعت الحيادة. الناس اللي ما عندها موقف وما قادرة تحدد موقفها، اللي ماشيين بمبدأ الكورة، الفريق اللي حيفوز احنا معاه نشجع بس نهاية المباراة، آخر فريق حيفوز نحن هنكورك معاه. الموضوع ده ما بيمشي، هو ما لعب، ده وطن، ما حاجة بيجاملوا فيها ولا حاجة انت بتنتظر ولا حاجة بيشوف مصلحتك، ما بتقدم مصلحتك على مصلحة الجماعة. وجماعة لا للحرب، أنا ما عارفة يعني هل الواحد إلا الحاجة تحصل له هو شخصيا، يعني إلا يغتصب واحدة من بيته، إلا تتسرق قروشه، إلا يتقتل أخوه، هل إلا تحصل الحاجة دي عشان انت توقن تماما إنه الميليشيات دي مفروض تنتهي؟ إلا تحصل الحاجة دي 4 شهور يعني. أسوأ شي ممكن يورونا ليه وهم ورونا ليه؟ تاني انت بتحايد في شنو؟ ما في شي بحايدوا فيه، ما في شي بحايدوا فيه. الموقف واضح تماما، يا إما مع الجيش يا إما ما زول أصلا، خسارة تكون زول أصلا. ناس كتيرة يعني أنا ما قادرة أفهم بالضبط كده. ترسل لي بتقول لي ما تدخلي في السياسة، رغم إنه دي ما حاجة فيها سياسة. أنا كروى رفعت يستحيل يعني استحالة يجي يوم وأكون تبع سياسة ولا أنضم لحزب ولا أتناقش أصلا في شيء فيه سياسة، تمام؟ لكن موقف الآن موقف ما فيه مجادلة، موقف ما فيه تراجع، ما فيه هزار، ما فيه أصلا يعني شي بشاوروا فيه. موقفنا كلنا هيكون مع الجيش، تمام؟ دي الحاجة المفروض تكون كده على بلاطة ما فيها نقاش، واتكلمت في الحاجة دي كتير، تمام؟ السبب اللي بيخليك انك انت تقول انا ما قادر اوضح موقفي
أو أنا ما قادر أكون يعني أقول للجيش، لأنه تحت حجة إنه الجيش منضم مع الكيزان. يا أخي الجيش شفت لو بقى جن في الوضع الحالي نحن معه، أي شيء نحن معه، ماشي بيتناقشوا فيه، ماشي بيتناقشوا فيه. انت عندك ميليشيات، عندك طوابير، عندك قحاطة، عندك حاجات دايرة تتقشى برا، ما حيقش عليك الا الجيش، ما حتقش الا القوات المسلحة. لو ما قشتها هي حتقعد كده. ده شفت السودان ده كل رمضان نحن ننوم ونقوم بحرب، شي واضح واتكلمنا فيه كتير. تمام. الشي التاني الحتة بتاعت انه المراكز كلها واقفة تحت الغسيل. اغلب مراكز الغسيل بقت ما شغالة، والشغالة ما في سيور بتاعت مكنة عشان يقدروا يغسلوا للناس. يعني اغلب الناس اغلب المرضى بيموتوا، والما ماتوا منتظرين يموتوا، يودعوا اهلهم ويستغفروا لما يرجعوا يومهم. عشان شنو؟ عشان ما قادرين ان احنا نوفر الحياة دي، في حين انه يعني ممكن لايك وشير يرفع المنشور، غيرك يقدر يزيد حوجة، سواء كانت حوجة بتاع الطعام، سواء كانت حوجة بتاعت علاج، سواء كان اي حوجة. ليه لما البوست يكون حاجة ساي كده الناس دي بتكون قاعدة فيه وبيكون التفاعل زايد، ولما يكون حوجة ما في. فالحين لما زول ينزل منشور وين الوطنية وده زمن تنزل فيه وما ادري ايش الحاجات دي، الاوائل فيها اول ما يظهر المنشور بتاع الحوجة فجأة الناس دي بتختفي. وين الواعظين؟ وين الراشدين؟ وين اللي بيتكلموا من قبل في الكلام ده؟ ما في. انت ما قادر تساعد، مثلا يقول لك انا والله بنكك واقف، انا اصلا بنكك ده شاتره معانا في اي شيء، ما قادرين ان احنا نشتغل اي حوجه بسبب بنكك. اللي بيقفل وبيفتح وبيفتح وبيقفل ونحن ما قادرين نقضي حوجات بسببه. الحوجه دي صح، اعمل لايك، حوغي، استغفر ساعه يجر لك، صدق لي عمرك، استغفار تخط وتمشي، صدق لي عمرك. ارفع البوست ده بالمشاركه، شاركوا في صفحتك، يمكن في ذول في صفحتك دي عنده الدواء ده يا اخي، يمكن في ذول في صفحتك عنده قروش قادر انه يتمم الحوجه دي. انت بيضرك بشنو؟ او انت بيضرك بشنو؟ اذا قدرتي انك انت تعملي لايك او انت وتحوطي وترفع البوست ده بالمشاركه، بيوصل وبتتحل الحوجه. انت الحوجه ممكن تاخد يوم وتتحلى وانت تنساه نهائيا، تقعد لك صدقه لا من تقوم القيامه تلقاه هناك في الصحف قدام. كده انت منشط ولاف من منشور لمنشور ومن فيديو لفيديو، من هنا شيل لك اقل من 1 كيلو بايت، نقض به واعمل شير، ارفع به الحوجات دي. والله الحاجه دي بتضايق يا اخواننا، بتضايق لما الزول يرسل لك هو جايك لحوجه. انتوا ما بتتخيلوا حجم الحاجه دي. ما يترفعت لك سماعه سمعت زور واحده بتبكي عشان ابوها ما قادر يغسل، ولا واحد امه بتموت قدامه، ولا واحده اخوها مقطوعه يده ولا مقطوعه رجله وما قادرين يعالجوه، الولد عيان وفي علاجات ما بتتلاقي هنا، بتتلاقي في حتات تانية. انت ممكن شيرك ده يساعد بانه زول يوصل لهم العلاج. ما جربت احساس الحاجه دي؟ ولا بعد فتره بعد انت تلقى العلاج عشان ترجع تكلمها تقول لك الزول ده مات؟ والله تحس روحك انه يا ريت الوطية شقه تبلعك، مع انك لا انت الا مرضت ولا مالك يد في الحاجه دي. ليه نحن بس شعب بيحب الفارغه ليه؟ طائفات الغنى ومسابقات التيك توك ما لها اول ولا اخر، وهزار مع الاجانب، وهناي اول ناس قاعدين فيها السودانيين. ليه؟ يا اخي اي صفحه لو فيها 100 نفر وجات حوجه اي نفر خدت جنيه واحد بس، جنيه ده انت بيتحسب عندك جنيه واحد.
لو خديته بيقضي حاجة 100 نفر تانيين. انت الجنيه ممكن يكون ما بيفرق عندك، لكن بيفرق عند زول ضايق وجعة الحاجة دي. حاجة ما فيها هزار يا اخواننا، حاجة يعني مهما يعني السودان ده معروف بالمروة، معروف بالشهامة، معروف دي حاجة إنسانية. يعني أنا ما عارفة كيف انت بيلقاك بوست بتاع حوجة لزول بتجي ماشي فيه كده، كيف؟ في حين انه في البوست ولا اي شيء، البوست الساي ممكن يكون وحده صوماليه ولا وحده هناي فاكه شعرها ومصوره بايفون قدام مرايه، انت 100 تعليق حقك 100 تعليق وشير في صفحتك وما بعرف شنو. ليه الحاجه دي ما بنشوفها؟ كتر خيرهم ميهاد وسوهندا واحمد والدصول وافكار وكل المتطوعين اللي شغالين يعني في مرضهم وفي صحتهم في اي شيء واقفين ومجتهدين على الحاجه دي. ربنا يقدرهم عليها ويجزيهم عننا كل خير. والله السودان ده فيه الخير لسه. الله يصلح حالنا يا اخي. في زمن سيدنا عمر انا ما متذكر الكلام بالضبط، لكن يعني كان في معركه فسيدنا عمر سال انه بدت 200 قالوا بعد الصبح وانتهت 200 قالوا المغرب. قال ده بسبب ذنوب العباد. نحن لها 4 شهور وتكون خلاص يعني ده الخامس، لمتين حنستمر. لا والأسوأ ده ما الأسوأ من كده بتجي حوجات. يعني ايام الخرطوم كانت بخير، كنا بنقدر نمشي نشوف الحوجه بنفسنا او نرسل واحد من الشباب اللي قريب او بيقدر يوصل لمكان الحوجه عشان يعرف الحوجه دي شنو ويسجلها، عشان ما نشيل لنا قروش من زول تعبان وشقيان فيها ودانا لها على صيغه نشتتها ساي. تمام، نتاكد وننتهي من الحوجه والحمد لله. واشتغلنا الحوجات دي حتى ايام الحرب، بدايه ايام الحرب قبل ما نحن ننزح من بيوتنا. الخلاني انا اوقف الحاجه دي شنو؟ انه في ناس بعد الحاصل ده كله ما عندهم ذمه وما عندهم ضمير. والله العظيم يا اخواننا ما عندهم ذمه عديله، الذمه الواحده دي كده ما عندهم. يعني الواحد حوجه انا بكون قضيتها بعد ايام بيجيب لي الحوجه دي بخطها علي ويقول لي احنا محتاجين شديد وانا ما بعرف شنو، ويديك رقم مقفول ويقعد يرسل. يعني هو دايرك انت ترسل ليه اشعار طوالي، ولا انت دارس الحوجه ولا هي مرت عليك ولا كده، دايرك ترسل له قروش عشان ينشط بيها عشان نمشي نلقاه في فيديوهات التيك توك دي. ما بنشيل لنا قرش من زول ندخله في حرام اصله يقعد في ذمتنا كده ما بنشيل حاجه نحن ما متاكدين منها. ما بنشيل قرش من زول نديه لزول ساي حوجة علاج بعد نتأكد من الورق والفواتير والناس وموقعهم، وأقرب زول من الشباب اللي بنعرفهم يمشي يتأكد من الموقع بتاع الزول دي أو الزول ده ويشيل ورقهم عشان إحنا نشيل القروش دي نمشي نديها لهم. ما تتوقعوا إنه إحنا لما ننزل حوجة وننزل رقم حساب بنشيل قروشكم ده عشان نلعب بها ولا ندخلها على روحنا. تحرم علينا أبدا نهائيا، ما بنعمل حاجة زي دي. لكن ما ممكن تجار أزمات وبيع الضمير ويعني ناس ندلين بعد الحاصل ده كله عشان يجي يقول لك. واما دي نوعيه، والنوعيه اللي انت بتنزل الحوجه وتنزلي رقم بتاع اتصال عشان الحوجه دي تتقضي رقم لحوجه، عشان بعدين تلقي مليون رساله الو كيفك واخبارك ومزوجه. ما يا اخي انا نزلت لك حوجه، انا ما منزله لك سجل مدني تقعد تفحص لي انا مزوجه ولا ما مزوجه ومطلقه وعذبت داير بها شنو. انا منزله لك حوجه قادر تساعد الناس اللي انا خدت لك رقمهم. انا ذاتي ما قاعده اخذ رقمي انا في الحوجات، رقم الزول الطالب الحوجه بشيل الرساله كده الماسنجر بعد اتاكد بخد رقم الزول عشان تتصل عليه مباشر تسال من حوجته او تساله من اذا هو مثلا مبطوط في مكان، اذا عنده بضاعه داير يبيعها او مكان داير يشتغل فيه، بخد لك رقم الشخص نفسه
عشان انا عارفه انه في ناس ما عندهم لا داير يساعدوك ولا يتصلوا ليك ليه انتوا بتلقوا زمن للفاقمي وين؟ انا ما شغاله بيهم والله. انا قاعده القى الرسائل دي والله. الماسنجر ده يشكي ويبكي من الرسائل بتاعت الدعامه اللي هم اصلا ما فارقين معي كتير ولا قاعده اعتبرهم كتير. الحاجه اللي برضو عايزه اوضحها، انا ما عارفه احنا شعب بنحب الاشاعات. تمام؟ عليكم السلام. شعب بنحب الاشاعات. يعني واحد صحى من النوم الصباح لقى له خبر، بس اول واحد كده داقشوا له دقيقتين خبر ما متاكد من صحته. الدعامه ضربوا الحته الفلانيه في حين انه هم ما بكونوا ضربوها. يشيل الخبر يرفعه في صفحته، يجي معاه ويرفعه يلفح. وسبحان الله لحكمه الاشاعات عندنا النار في الهكيب، تطير طيران ما بس تمشي بتطير. الاعلام بيأثر. الاعلام انت زول ما متاكد من صحه خبر ما تنشره ايا كانت اسبابك شنو. ما ترفع صفحتك والريتش والتفاعلات والحاجات دي، ما ترفعها بحاجه اشاعيه، حاجه ممكن تضر جيشك تضر موقفه، ما ترفعها. ما تنشر لك اشاعه. انت بتشوفها حاجه عاديه، لكن ده بنقول وده بنقول وده بنقول وده بنقول. صفحات ممكن تكون كبيره تجيبوا لكم اخبار من ما في. الاعلام بيأثر. الدعامه ديل فتره كده كانوا عاملين لروحهم ضجه بشنو؟ بالاعلام بتاعهم اللي هو اعلام كاذب، لكن موقفهم الاعلامي كانوا بقووا بالكلام ده، ناجحين اعلاميا كانوا. تمام؟ ما في سبب بيخليك تنشر خبر انت ما متاكد منه. انت ما عارف، ممكن خبرك ده يقراه زول يعيشه في رعب، بكتله بضغط بسكري باي شيء. ما تنقول لك اخبار ما متاكد منها. الجري ورا الفارغه ده بيودر، كان ما ودرك بيودر معاك. حاجه ما متاكد منها خليها طوالي، ما تنشرها. صفحات القوات المسلحه، صفحات اعلاميين متاكد انهم من بدايه الحرب قاعدين ينشروا حاجات متاكدين منها، امثال ابو بكر الطاهر، امثال محمد عبيد، امثال اسمه منو، ناس كتار يعني بينشروا حاجات متاكدين منها تماما. كويس؟ حاجه متاكدين منها تماما بينشروها، عارفين الحاجه دي لمصلحه وين. ما قادر تخدم بلدك، عليك النظرة الساي، ما تضايق الناس. يعني ما ممكن في فعل خير ما يلقوك، يعني لا خيرك ولا كفاية شرك. ها؟ شنو؟ كلام كتير كتير وعدت الكلام ده كتير. انا نزلته لكن طبعا المنشورات زي دي ما بتصل. الناس تتاكد من صحه الحاجات دي. يعني انت ممكن الليله تجيب لك فيديو بتاع زول ضاربينه انت ما متاكد منه مات ولا ما مات، اهله يشوف الفيديو ولا الصوره دي يروح فيها زول تقتل لك، بدل ده كان حي تقتل اهله. والله ربنا يصلح الحال. ما لها والله، ما لها ابدا علاقه او ما لها رابط بانك انت تكون سياسي او ما تكون. تمام؟ ما لها علاقه، لانه كنت ارجع يرسلوا لي ابعدي من السياسه والناس ديل حيفسدوك. الناس ديل ما هو يا دوب حيفسدوني، ما هم قاصديني من بدايه الحرب دي. لما انا بنزل
عذبوني في الصفحة دي ياما كتير، ناتشوني فيها شديد شديد، وانا الصفحة والله ولا فارقة معاي، ما فارقة. حتى لو شالوها حفتح صفحة جديدة وبرضه حيكون موقفي ضدهم. ما في يوم حجيب لي مع دعامة ايا كانت الاسباب شنو. تجي انت تقول لي نحن ما بنقدر نقف مع الجيش لانه في سياسه الجيش الكيزان انضموا للجيش. انت ذول بليد؟ ما في حاجه اسمها سياسه الكيزان انضموا للجيش في ظرف زي ده. ظرف زي ده موقفك واحد بس مع الجيش، موقفك واحد ايا كان اللي بيحصل شنو، ما بسبب بيوقفك مع ميليشيا متمرده. كم دول ومنظمات صنفت الدعم السريع كميليشيا متمرده؟ انت منو اللي بتقول لي انا ما بقدر اقيف مع الجيش؟ ما بتقدر تقيف مع الجيش عشان مالك؟ انت لا بتقدر تقيف مع الجيش، ولا بتقدر تساعد المرضى، ولا بتقدر تدعم النازحين اللي قاعدين في المعسكرات اللي بيعرفوهم ناس احمد والدصول والشباب اللي معاه ربنا يجزيهم كله خير، بيمشوا يودوا لهم الاكل. انت لو جربت الشعور ده، ولو اهلك نزحوا، ولو اهلك قعدوا في المعسكرات، واخواتك سكنوا الداخليات، وعندك اهل ما لقوا حق اللجار اضطروا يطلعوا من البيوت يقعدوا في الشوارع وتحت المظلات، حتعرف الكلام ده كويس. حتعرف انه ما في ميليشيا بيدعموها، حتفهم الكلام ده. ما في حيادة، ما في هنا، ما في منتصف رمادي، ما في يا ابيض يا اسود، يا مع الجيش يا مع الجيش. وكلام واضح، نحن معه في اللي بيعمله، في اللي بيعمله نحن معه خطوه بخطوه. ايا كان موقف الجيش شنو نحن معه. طوابير ما معانا، دعامه ما معانا، الناس دي كلهم مهما قاموا وقعدوا كده حيتبلوا ويتحلوا، موضوع منتهي. تمام. لكن انت الليله قاعد ومنتظر لي الليله اشوف الجيش حينجح ولا الدعم السريع ده حيجيه امدادات من برا ينجحوا عشان انا بعدين موقفي يكون كده. ما حيقدم لك شنو؟ الناس دي شايفين البيوت دي حقتهم، طلعوا زول من بيته. يا اخي موقف من المواقف اللي انا اشهد عليها، موقف يعني لناس قريبين، تمام، خشوا عليهم قالوا لهم احنا ما بنقدر نطلع من البيت، ما بنقدر نطلع من البيت عشان نحن معانا يعني ابونا ده راجل كبير. تتخيل الموقف اللي حصل منهم شنو؟ قالوا لهم خلاص اقعدوا في البيت؟ لا، طقوا ابوهم وقالوا لهم يلا كده ما عندكم سبب تطلعوا لنا من البيت. يعني قتلوا زول عشان هم يقعدوا في حاجه ما حقتهم. تتخيل لو في احلامهم قرروا يقعدوا في الخرطوم، حيقدموا لك انت حاجه؟ حيقدموا لك؟ ما في سبب، ما في سبب بيخليك محايد. اما بالنسبه للي بيقولوا انه صفحتنا ما فيها ناس كتير، ما فيها عشان احنا نقدر نعمل حوجات ولا ما نعمل حوجات او اننا نساعد او نقدم، صفحتك ما فيها ناس. في صفحات بتنزل حوجات ومتاكدين منها، صفحه موثوق منها، تمام. وديتك مثال قبل شويه، صفحات موثوق منها تماما، شغالين الحوجات دي، شغالين الحوجات دي. ساعدهم، اعمل لايك، اعمل شير، حوقي، استغفر في المنشور ده، صلي على النبي، يعني اكتب نقطة ان شاء الله كده وشير المنشور، عسى ولعل واحد يلقى المنشور ده يقدر يساعد. تمام. انت ساعدت، داخل في الاجر طالما انك انت قدمت اللي عليك، اللي قدرت عليه. تمام. لكن كونك تجي في منشورات الحوجه دي كده كده جاري جاري جري، اول ما تلقى لك منشور سبيبا باهل ومسبيبا هناك خلاص تاخد عفشك وتقعد تسكن هناك سكنه في المنشور. قادر تقدم قدم، ما بضرك بشي، ما بضرك بشي. ولو في زول عنده اي كلام غير كلامي ده، هسي هندسة التعليقات دي فاتحه يقول لي الكلام ده غلط او موقفك ده غلط في شيء.
شفتها وجاتني رسائل التهديد دي كتيرة كتيرة، ما بتتحسب ولا بتتعدى. تمام. لكن برضو نحن مع الجيش، برضو نحن مع الجيش. ما لي علاقة بالسياسة أبدا، ولا حيكون لي علاقة. تمام. بس ده شي ما فيه حياد، واضح زي عين الشمس دي. لما تلقوا المنشورات دي للحوجة ارفعوها، ساعد غيرك بانك ترفع المنشور. حنقعد نعيد الكلام ده كتير، اتكلمنا فيه. كل الناس دي قاعده تفتش لشغل، كل الناس دي يعني حوجة. حتى الليله لو لقيت اللي بيقضلك حوجتك الليله ما بتلقاها بكره. تمام. بتفتش لشغل، انت عندك شغل او يعني عارف انه في شركه، في محل، في بغالات، في سوبر ماركت، في حاجه فاتحه فرص بتاع الشغل، رسلها لصفحه فيها متابعين كتار، خلاها تنزلها، تلقى اجور انك انت عيلت زول ساعدته في انه يلقى له رزق حلال. تمام. والله اصلا ما كان عندي نية افتح الله يفضل، لكن يعني الكلام بالمنشور بقى ما بدي، او ما حيوصل الكلام، حيكون كتير. وطبعا المنشورات زي دي بتخطوها اذا كانت كتيرة او مكتوبة بسيطة. والوقت زي ده اصلا ما وقت لايفات ولا وقت فيديوهات، لانه عندنا صرف المفروض نمشي نحضر له ونسمع الحاصل شنو نعرف. وكلنا صرفة والله. اللي قاعد يقول لي تسمع ولا ما تسمعي، كلنا صرفة معاه ونحن والله قلبا وقالبا. اي شيء بقدم السودان ده نحن معاه، واي شيء ببيد النعامة ده نحن معاه، واي شيء بحل الطوابير نحن معاه، مع الجيش، ما في تراجع. منتهي. اتمنى انه الكلام يكون وصل وانه اكون قدرت اوصل المعلومات الدايره اوصلها من الاخر كده يعني. جزاكم الله خير، وان شاء الله ربنا يصلح حال البلد ويكفينا شر المصايب دي، خفف ذنوبنا ويهدينا، عسى ولعل الجاي والمستقبل في السودان يكون احسن ان شاء الله. جزاكم الله الف خير.